السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكون كل أموركم على ما يرام. اليوم إن شاء الله شاركت معكم وصفات رائعة وكتجي لذيذة بزاف. أول حاجة عندنا الحوت اللي غادي نديروه في الفران، وأيضا عندنا الخيزو مشرمل والبطاطا وعصير منعش ولذيذ بزاف وغادي يعجبكم إن شاء الله، وكذلك الخبيزه اللي كتجي لذيذه بزاف. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش كيف العاده نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الشرموله ديال الحوت. انا عندي الحوت اولاح، تقدروا تستعملوا اي حوت عندكم صافي. المهم المكونات ديالو عندنا الحبل المصيار، الثومه، القزبر ومعدنوس، صويا صوص، الهريسة الحامض، تحميرة، البزار، الملحة، الكمون وزيت الزيتون. بالنسبة للخضر عندنا الخيزو والبطاطا. كيف ما كتشوفوا قطعت الخيزو على شكل طولي والبطاطا قطعتها على شكل مربعات. اول حاجه غادي نبداو بها هي نحاولوا اننا نفلحوا هذاك الحوت، يعني باش لا تدخل فيه هذيك التتبيله اللي غادي نديرو ولا الشرموله. ضروري من هذه العمليه حيت هي اللي غادي تخليه كيجي بنين بزاف وكتدخل فيه هذيك الشرموله حتى لداخل وكتخليه بنين. المهم غادي نحتاجو شويه ديال القزبر المعدنوس، شويه ديال الثومه، تقريبا واحد 3 الفصوص ديال الثومه، كذلك العصير ديال الحامض المصير، الكمون، الملحه اللي كتكون على حسب الذوق وما يكثرش الانسان حيت الحوت راه ديجا مالح، البزار، تحميره، شويه من صويا صوص واحد المعلقه تقريبا، وزيت الزيتون. عصرت على الحوت ديالنا واحد شويه ديال الحامض. نسيت ما ضفتش الخرقوم بلدي حتى هو ضفتو الان. صافي غادي نخلط الشرموله ديالي حتى كنحس بها بلي راها انسجمات وتخلطات مزيان، وغادي نبدا نديرها في الحوت. كنحاول في هذاك البلايص اللي درنا فيه مسكين كنحاول انني ندخل الشرموله ديالي باش يلا كتبنوا بزاف وكيجي بنين صراحه. المهم غير تبعوا الطريقه وتبعوا داكشي اللي قلت لكم وراه غادي يصدق معكم ان شاء الله. المهم راه غادي نديروه غير في الفران وكيجي صراحه لذيذ لذيذ بزاف. يحاول الانسان يبعد على القليان، راكم عارفين القليان فيهم امراض اللي كثيره بزاف. المهم كنحاول انني ندخل هذيك الشرموله في الحوت كامل. صافي الان غادي ندير واحد شويه ديال الزيت اللي غادي يطيب فيه هذاك الحوت، وغادي نغطيه عفوا ببابي الومنيوم. صافي وغادي نخشيه في الفران حتى يطيب لينا. الان غادي ندوزو باش نحضروا الخيزو المشرمل. غادي نحتاجو شويه ديال الربيع، قزبر معدنوس، شويه ديال الثومه، الكمون، البزار، الخرقوم بلدي، ملحه والزيت. صافي وغادي نحاول نزيدو عليهم واحد شويه ديال الهريسه اللي كتبقى على حساب، كاين اللي كيبغي حار اكثر، كاين اللي كيبغي غير شويه. ونضيفوا عليهم الخيزو اللي ديجا سلقناه في الماء. الا ضفتوا عليه الملح حاولوا انكم ملي تبغيو تضيفوا في هذه المرحله ما تكثروش الملحه. صافي وغادي نحاولوا اننا نحركوا واحد شويه باش يلا يدخل فيه هذيك التسبيله اللي درنا. غادي نعصروا ليه واحد شويه ديال الحامض كيتواتى معاه بزاف. غادي نضيفوا عليه ايضا القليل من زيت الزيتون. صافي وغنحسوا بلي الخيزو تشرب لينا داكشي اللي درنا ونطفيو عليه. صافي الان ندوز للبطاطا اللي ديجا سلقناها بشويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. صفيناها من داك الماء وضفت عليها دابا شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر والزيت. صافي وغادي نحاول انني نحركهم واحد شويه حتى كنحس بهم راهم يعني شد فيها داك الزيت كامل، ونديروها في الفران غير تحمر معنا ونحيدوها. دابا غادي ندوزو باش يلا نحضروا البقوله او الخبيزه. ديجا ما حضرها معاكم ولكن غادي نحاول نقول لكم مقادير بالزربه. حكينا واحد 2 باطيشات كبار، زدنا عليهم شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه، التحميره، البزار، الكمون، وغادي نضيفوا عليهم شويه ديال السكينجبير، الخرقوم بلدي، الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال الزيتون.
وغادي نضيف عليه كذلك واحد شويه ديال الهريسه والحامض المصير اللي مقطع طريفات صغار، وغادي نضيف عليه واحد شويه من زيت الزيتون وشويه من الزيت العاديه. صافي غادي نديروه فوق البوطه، نحاولوا اننا نحركوهم حتى يتشحروا وبحال كيتغمروا لينا. صافي الان من بعد ما ولاو بحال هكا غادي نضيفوا عليه هذيك الخبيزه اللي ديجا موصوله ومقرده ومبخره. صافي غادي نضيفوها عليه. صافي وغادي نحركو واحد شويه باش يلا ديك الخبيزه تنسجم لينا مع هذيك المطيشه والتوابل. وصافي كنخليوها غير شويه ديال الوقت حيت راها ديجا طيبه. صافي الان راه وجدات معنا، كنقدموها في الطبيسلات كيف ما كتشاهدوا، وراه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، زيد انها صحيه. وكاين فيديو كيف ما قلت لكم راه شارحه فيه بالتفاصيل. صافي درت عليها شويه ديال زيت الزيتون وقدمناها بالصحه والراحه. الان غادي ندوزو باش يلا نصاوبوا العصير ديالنا. غادي نحتاجوا الليمون يعني البرتقال والموز البنان والمونغ. راه كيجي عصير اللي واعر واعر بزاف، عصير اللي لذيذ وما غاديش كاع تقنعوا منه. صافي غادي نحاول انني نقطع المونغ ديالنا. المهم تبعوا هاد الطريقه ديال التقطيع اللي درت، كتجيني سهله صراحه. كنقطعو بهاد الطريقه، يعني كنحاول نحيد دوك الجانبين اللي كيكونوا، وهداك الوسطاني كنحاول انني نقشر ليه القشره ديالو، عاد نبدا نقطع فيه كيف ما كتشاهدوا. صافي وبالنسبه لداكشي الاخر كنحاول انني نضربه بالموس وندير مربعات كيف ما شاهدتوا. عاد غادي نستعمل واحد المعلقه ونحاول انني نخرج هذوك المربعات. الطريقه اللي كتجيني سهله صراحه. صافي وهكا كتكون الزربه كملتي في التقطاع. الان غادي ندوزو باش نبداو نعصروا العصير ديالنا. غادي نضيفوا جميع هاد الفواكه وغادي نضيفوا عليهم واحد شويه ديال الماء. من الاحسن الماء اما يكون معدني او لا يكون ماء ديال هذوك الخابيات، يعني غادي يكون باش الله يكون عصير اللي صحي 100%. صافي وغادي نطحنوه وبدون سكر، راه ديجا مذاقو كيكون حلو ولذيذ بزاف. صافي غادي نخويوه في الكيسان ديالنا. كيجي عصير خاطر ومنعش ولذيذ بزاف. صافي الان الحوت راه وجد معنا، غادي نقدموه في الطبق. صافي غادي نستفوه كيف ما كتشاهدوا. التزيين كيبقى على حساب كل واحد وشنو كيعجبو. المهم انا اختاريت انني نزين. غادي ندير هذوك الخضر غادي نديرهم في الجوانب كيف ما كتشاهدوا. تقدروا تضيفوا اي حاجه بغيتو، يعني في الخضر اي حاجه تقدروا تضيفوها. انا اختاريت غير هاد جوج خضار، خيزو وبطاطا، ومن بعد غادي نزيد عليه شويه ديال مطيشه وفلفله. صافي هادشي كيجيني كافي وجا صراحه لذيذ بزاف. هذه البطاطا من بعد ما تحمرات لينا درتها في الفران، كجات صراحه هائله. وبهذيك النكهه ديال الزعتر خلات المذاق ديالها رائع. صافي وهذه الطبيله ديالنا. صراحه جا الحوت بنين بزاف. الخبيزه جات كذلك رائعه، والخضار اللي شاركت معكم جا مذاقهم زوين بزاف، والعصير جا خاطر وبارد وما تقنعوش منه. بالنسبه للحريره والمخنفر راني ديجا فايته دايره فيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف اللي بغى يصاوبهم. كنتمنى وصفات اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. كنحاول نحط لكم وصفات اللي متنوعه، وكنحاول نحط لكم فيديوهات بشكل يومي. كنتمنى ايضا ان حتى نتوما ما تبخلوش عليا باشتراكاتكم وبلايكاتكم وتعاليقكم اللي زوينه بزاف واللي غادي تعطيني تحفيز باش نحط لكم فيديوهات كل يوم ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. نتلاقوا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه مع وصفات اللي جديده وزوينه. وخليت لكم الراحه. السلام عليكم، الى اللقاء.